الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام تقبل منا الصيام والقيام إنك أرحم الراحمين. النهارده نستمع أيها المؤمنون عن سنن الصوم. الصوم اللي فرض رب العالمين عز وجل في بني آدم، في الإنسان، في العبد الإسلام، بوكلة من كمال الأجر إذكار بعض السنن الرائعة يوكلني الآن ظنن الأجر الصيام. السنة خمس ورث اسمها يسوع الشيخ النبي صلى الله عليه وسلم السحور. الوجبة في العبد هذه كان وقبل الفجر الساعتين هذه عظم رب العالمين عز وجل لسيدي خلقا هذه يتناول السحور. اسمها السلسلة عدد يناول كيف حال مكرا بصورة التراويح الشهر التصعيدين على الصباح. هذا المقصود بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة، وشبح البير فراغة الكرب ومن السحور ملايين كان عصانا رب العالمين عز وجل الصام تذكر أتصعد رب العالمين كيف يخلقان كيف يرزقان أتستعرف النعمة ينس أتشرب الرزقيس الماكلة ينس وتدعو رب العالمين الذي تقدم الصيام إليه أتحزن البركة من الوقت خاطر وقت السحور يحبيث رب العالمين عز وجل يعفو إذا تستغفرا أتحول لمن يسمع من يرى الشر أتريد البركة الصحيح كذلك أتريد السبع يوكلني أتحفظ أفصالي الصباح حتى ما أذكر نصف ساعة من الصلاة أتسحر أتسخوطر أجد الآداب ديال الفريضة اللي فرض رب العالمين في الليل. النبي صلى الله عليه وسلم يحدث لنا قال: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. سنة السنة العبد السلام إلى دائما المريض يوصل كيوصل أن يعجل الفطر، بمعنى ملايين المؤذن الله أكبر أن يعود الإنسان ذي فضل. والذي غد ننبه في وقت الحاجة إلى الأمر خطير أيها المؤمنون أفي العباد فطرا قبل تحلة صومهم. أفي الإنسان ألا يفضل قبل المؤذن للجماعة ما يثداف أما يضافيه. الأمر هذا أمر خطير يسميه الحديث الصحيح أفي النبي صلى الله عليه وسلم الإسراء والمعراج يولى سيدنا رسول الله يوم القوم يعني قسم رب العالمين إلى عراقب الإنسان. المعنى ينس إما الثمين سن إما الشقين السن ما بين السماء والأرض. استسأل النبي صلى الله عليه وسلم الأمين جبريل: يا رسول الله أشرك عندك رب العالمين عز وجل العباد ما بين السماء والأرض؟ لناسب الأمين جبريل: هؤلاء يا رسول الله هم الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. الناس ولدين يا رسول الله الناس العباد خصوصا لا معنى فطران وقبل السلوات. فالاجتهاد أيها الإخوة ما تشير ذي الوظيفة الإنسان الخاص، ولذلك الصديق نتصدى إلى اجتهد أكواني راه السوق يطيش لقد فطر ألا لسنة يلتزم وحدة الصيام. إذ كان رب سبحانه عز وجل الوصول في وقت واحد، أنفطر في وقت واحد، أن أنص المغرب عند الأذان. السنة في الثلاثة وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقضي إفطار الإنسان أخذ المرطبات، بمعنى أتصحى برد
طرفين إذن طبيعي، أنواع كالتسمى، أنواع كالتزاف الله يبارك، أنواع كالزمور، أم تيشغل في الوامان، أم تيشغل في الديغير، تيدير الأمور سيكلاف، هذه يرسل عبد المرء في السن. كذلك يقول الإنسان الدعاء السنة الرابعة الملائكة الإنسان هذه يفطر أن يقول دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. هذه الإنسان: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت. في السنن بلا أن يسير الإنسان أن يتحمل بالسد للحياة النفسية يرسل رب العالمين. السنة الخامسة أن يكثر الإنسان بالدعاء. الإمام أحمد في الصحاح السنن: إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد. العبد المصاب ملائكة الإفطار يسعى في الدعوة ما تدعو رب العالمين وزيد سلام ربي خالد، بمعنى أسألك بالدعاء للناس. فليكثر الإنسان من الدعاء. قمة تغيب بعض السنن أهمت النووي إن شاء الله عز وجل يوم السبت. السنن نجيب ذا الإنفاق في سبيل الله، الإكثار من ذكر الله عز وجل، اجتناب الأقوال الآثمة من قول الزور ومن الغيبة ومن النميمة ومن البهتان، تحدي الإنسان بالوقار والسكينة والصبر. أختم الحديث أيها الإخوة الكرام: أصحاب الأعذار. أصحاب الأعذار ذي كتف يرفض رب العالمين عز وجل في اللسن الصحة. القاعدة الفقهية الشرعية تقال: ما إلى رب العالمين عز وجل يرفض الصحة في بنادم أن يخلي الإنسان مانيس ربي سبحانه يسقط في اللسن التكليف. بفكاية ربي الصحة يكلفيك رب العالمين، يرفض يكسر ربي في ذات الصحة، يرفض في ذات التكليف يكلفها رب العالمين. يقال في القرآن: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ربي يرفض التكليف أولا في المسافر، الاعتماد المسافر الذي سافر المسافة من قصر فوق 84 كيلومتر يوجبت في الناس، بمعنى استغفر الله يفيس رب العالمين الرخصة قد يفطر، ولكن ربي قال بالسفر: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ما توفر الرخصة، ما توفر المسافة، كيف ربي يوصل الإفطار، ولكن تصبر تصوم الأفضل لا تبتغي الأجر رب العالمين. المسألة الثانية: شرطان إبذالا مسألة المرض، لعندك 60 سنة 70 سنة توصل، ومن بعد نتسدواك والثمور نتسدواك والفرق الدنيا أن يخلع بين عشية وضحاها. إما نسوي سبيران اليوصل ما يقدرش يصوم، راه الحق 70 سنة ولا الأفضل العمر. ناضي في الإنسان لما مريض أتفرد يتسول، تلقى الإنسان يبكي: كيفاش ناكل رمضان ما نقدرش. الشواء خاطر الصيام خاصة رمضان نفاد القضايا، نفاد المجتمعات، تنهز الجبال ملايين الإنسان أتسين القبر قرنا ويتم الويض لكن ينشر رمضان. إذا الإنسان بالإيمان رب العالمين الخوف أن يرى الإنسان 70-80 سنة مريض لكن ما نقدرش سيدي الطبيب كل ولا تمرض يا رب ما نقدرش ناكل رمضان. هنا يا جماعة إذا الإنسان أموضين سورتو هضرة إذا يسمع سيسا، إذا الإنسان المريض تمسوا تدسوا العقيدة رب العالمين سيسدي في كلب المرض. في السنة إذا قد يعلم الإنسان السنة قال ما يريد الإنسان يخدم رب العالمين عز وجل. أسمي الله الصحة، كان يصلي في الجامع، كان يصوم، كان يتصدق، إذا يتبع الجنائز أسماء اللي يعجز يتفيت العجز ويسميرنا رب العالمين يعطيك الأجر. أنت ما تقدرش تصوم ما تصومش،
ربي يعطيك الأجر كأنك صائم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة أقواما ما ساروا سارية وما قطعوا واديا إلا كانوا معكم، شاركوكم في الأجر، حبسهم العذر. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الصحابة في أحد الغزوات يسأل رجاء الصحابة للمدينة كل ما لا نلحو، كل ما لا نجاهل، كل ما لا نقطع يوخذ مسافة هذا وين الأجر يثنى الشغال خاطر العذر يثني حبسان. أيها الصائم ما يحبسيك العذر وزمرات صوصومات ثالثة رب العالمين عز وجل أكفت الأجر واسمكنين إذ صوصومات. في حالة المرض الإنسان عنده حالتين دوكا. كاين وين الإنسان يكون عنده مرض يرجى شفاؤه، ما يجي الإنسان يسعى الطال يوضر الطال اللي يترجم يحلو. بسبب المثال المرأة الحامل، المرأة النفساء سقطت ملك السادس يخصص رب العالمين لا شش من وضع ثالث السنين أتخبر الله اللي ما تفتيش لازم تخبر الله تعالى. واحد دار اوبيراسيون لابنديسيت ولا المسار ولا الحنجر المرارة في رمضان ياكل بعد 4 شهور 5 شهور كيبرى لازم يقضي رمضان نتاعو مشروع خاطر الطلبة ناس يحلوا الطال يحلون وفي الدنيا يسمع الصيام ما يحلو الإنسان أثيقه. الحالة الثانية الإنسان يجهل كان اللي كونداني في سبيل المثال يركب طال الصفر يخدم الانسولين ما يغيب ساعتين ويتشرع قد يغلب وقد يستشعر الطبيب المسلم الذي يخاف الله عز وجل ما يأتي مسلم الله غالب أشهر مسمى تدخل متفرقة أساس الله يبارك مسمى أتفضل كل يوم أتستعرض مسكين بمعنى كل يبس أتشرط إيجابي هذا هو الذي يتسخر من الشرط نمسمى أتفضل سليما أكنس الصدقة من أبسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم بمعنى وإذا قال القيمانية أتصب بقيمة زكاة الفطر وإذا قال تصب ب10,000 فإذا الإنسان لابس به خلص كما تكون في الدار 15,000 14,000 20,000 12,000 المثلى ثم الصيف أتصل الصيام لك. نسأل المولى تبارك